السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهارده زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة دي. ايه ده يا منى؟ معايا صينية فراخ بالخضار المشكل بطريقة كده جميلة وسهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم بناء على طلب متابعة ليا حبيبة قلبي. ربنا يا رب يبارك لي فيها ويديها الصحة والعافية. قلت حبيت ان انا اعملها لها بطريقة كده جميلة والطعم خيال. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو بقلب جامد ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف مقاديرنا ايه يا حبايبي. زي ما انتم شايفين معايا فرخية حلوة كده مقطعاها زي ما انتم شايفين، كل ربع على ايه، على قطعتين. ومعايا طبعا الخضار المشكل ده انت بتبدعي فيه براحتك خالص. معايا طبعا بطاطس ومعايا كوسة وجزر وبسلة، انت براحتك خالص ضيفي اللي انت عايزاه. ومعايا بصلتين ناعم ومعايا كام فص كده من التوم ومعايا قرن فلفل حامي ومعايا كيلو الا ربع من الطماطم المعصورة او المفرومة. وبهاراتنا بقى فلفل اسود وكمون، ومعايا بهارات السبعة، ومعايا قرفة خشب، ومعايا ورق لوري ومكعب مرق، ومعايا ملح حاجة بسيطة يعني من الملح، وطبعا البهارات اللي انت بتحبيها، ومعايا معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين معايا حلة على النار، ضفت فيها كده معلقتين كبار من الزيت، ونزلت بالبصل بتاعي وقرن الفلفل الحامي، وهبدأ ان انا اشوح الكلام ده كله. بعد كده يا حبايبي بعد ما البصلة بتدبل معايا ببدأ انزل بالخضار المشكل. اول حاجة بحط الجزر والبسلة علشان ايه، بياخدوا نار شوية. فانا ايه بحب ان انا اشوحهم كده مع بعض. يعني هتشوحيهم لمدة كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده هتنزلي ببقية الخضار. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، جزاكم الله كل خير. وطبعا لو انتوا بتحبوا منى سيبوا لكم كومنت حلو كده علشان خاطر استمر معاكم ان شاء الله في تنزيل الفيديوهات. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، ومعايا الكوسه والبطاطس نزلت بيهم كده، وهبدا ان انا اشوح الخضار الجميل. شايفين الالوان المبهجه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اقسم بالله العظيم كان طعمها خيال، طعمها بجد تحفه. بعد كده حبايب قلبي هتنزلوا بالبهارات بتاعتكم علشان خاطر تديها ريحه كده وطعم مفيش اروع من كده. هتديها تقليبه كويسه كده، وهتسيبيها كده بالبهارات كده لمده 5 دقايق برضو. تبداي تقلبي تقليب مستمر كده من فوق لتحت لحد لما ايه كل الخليط يتجانس مع بعض، والبهارات كده تتغلغل من فوق لتحت. بعد كده هننزل بالطماطم المعصوره، طبعا تكون مصفيه الطماطم كويس. انتوا عارفين طبعا الناس اللي متابعاني من زمان عارفين ان انا بصفي الطماطم للخضار، لكن بتاعه المحشي ما بصفيهاش. تمام كده يا حبايب قلبي. بعد كده رشة بسيطة كده من السكر علشان خاطر تعادل لي حموضة الطماطم. بس كده هنركنها على جنب ونسيب الخضار ده كله يعني يغلي كده مع بعض. وبعد كده هتعملي يا منى معايا طاسة على النار يا حبايبي، وبعد كده حطيت فيها ايه، معلقة كبيرة من الزيت. بعد كده هننزل بالقرفة الخشب والورق اللوري، وهنديله يعني تشويحة كده كويسة علشان خاطر ايه يدينا ريحة حلوة كده مع الفراخ. بعد كده هنزل بالفرخة بتاعتي، طبعا تكوني غسلاها كويس ومصفياها كويس من المية، وهتنزلي بيها وبتبدأي ان انت تشوحيها. كان معايا برضو كام فص كده من التوم. بصوا عايزه اقول لكم، وانا بحط الخضار بحط نص التوم مع الخضار وهو بتشوح، وبحط نص التوم بعد ما بضيف الطماطم. تمام كده يا حبايبي علشان خاطر ريحته تبقى كويسه وتكون يعني ايه موجوده في الخضار، تكون ظاهره يعني. وبعد كده هنزل زي ما انتم شايفين فصين التوم على الفراخ، وبقيه البهار بتاعي هنزل بيه على الفراخ علشان خاطر برضو يعني طعم الفراخ كده من جوه يكون طعمها حلو. بس كده يا حبايبي هسيب بقى الفراخ بتاعتي لمدة كده 10 دقايق على النار، يعني تاخد لون حلو وتتشوح كده تشويحة كويسة، وتكون ايه يعني تدخل في السوا كده. زي ما انتوا شايفين انا مش عايزه اسويها على في التشويحه، لا انا عايزاها بس تاخد صدمه وتاخد اللون الحلو وتطعم من البخار الجميل اللي انا حطيته مع فصين التوم. ويا جمال ويا جمال، وجربوا الصينية دي حبايبي، جميلة جميلة جدا وبتنفع في العزومات، بتشرفك بصراحة يعني. بصوا الخضار الجميل بسم الله ما شاء الله. اي صينية عندك بقى، بايركس، صينية عادية، اي حاجة. طبعا انتوا عارفين ان منى بتحب البساطة فعندي الصينية الالومنيا، فانا حطيت لكم في صينية الومنيا. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله منظر الخضار بتاعي تحفة، والطماطم بتاعتي جميلة جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. ما تنسوش الدعاء الجميل بتاعنا حبايب قلبي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين.
زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بنرص الفرخة كده على الخضار بتاعنا. طبعا تنفع في اللحمة برضو، اعمليها بنفس الطريقة كده، طريقة جميلة. ممكن لو انتوا حابين تعملوها ممكن اقول لكم. كنت عاملاها معاكم قبل كده بطريقة تانية، اللي هو ايه، سوتيه كده، انه كنت حطاها في ورق زبدة وفويل، كنت حطاها في صينية في الفرن، كانت جميلة جدا وتحفة. ان شاء الله اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي معايا بقى ايه اللي ينفع جنب الاكله الجميله دي. بعد حطيت الكلام ده كله في صينيه في الفرن، قلت اعمل شويه رز بالشعريه كده جميل، هو اللي ينفع جنب الاكله الجميله دي. طبعا الناس كلها عارفه الرز بيتعمل ازاي، بس انا يعني انا من الناس اللي بتحب تضيف كده حاجه للرز بتخلي طعمه جميل جدا ومميز. ان شاء الله تابعوا بس الفيديو وانتوا هتعرفوا انا بضيف على الرز ايه. بعد كده بشوح الشعرية كويس لحد ما لونها يصفر معايا. انا ما بحبش الشعرية تكون غامقة، بحبها تكون فاتحة، يعني علشان خاطر ايه، تديكي لون حلو كده للرز. تمام كده حبايبي، اللون الذهبي الجميل بتاعنا ده. بعد كده بحط الرز كويس جدا وابدا ان انا اشوحه يعني من فوق لتحت كده، يعني بحيث ان الزيت يتغلغل كده في الرز ويغلف له الرز كويس. بس كده هنضيف بقى الليمونة الجميلة، هي دي السر اللي بتخلي لك الرز بتاعك ريحته زي بتاع المطاعم واحلى من المطاعم 100 مرة. الطريقة دي كنت واخداها من خالي، ربنا يبارك لي فيه ويديه الصحة والعافية يا رب. كده انا حطيت معلقة من الملح وحطيت الليمونة بتاعتي. طبعا حجم الليمونة على حسب الرز اللي انت عاملاه، كمية الرز اللي انت عاملاه. بعد كده سبته يتشرب يا حبايبي وهديت عليه النار، وادي الفرخة بتاعتي الجميلة مع الخضار تحفة. سبته كده ياخد ويدي مع بعضيه. وبعد كده الرز بتاعي استوى بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مفلفل وجميل وزي العسل. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والبساطة، يعني اكل 5 دقايق تكوني مخلصة. بصوا بقى الجمال والحلاوة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعد ما خرجت من الفرن الصينية بتحكي عن نفسها، فاهمين؟ والله العظيم تحكي عن نفسها. الفراخ مستوية والخضار بتاعي مستوي وجميل وزي العسل. بألف هنا وشفا على اللي أكل منه، وبألف هنا وشفا على اللي هيجرب طريقة أم ندى. وأنا وفيت بوعد أهو يا حبيبة قلبي، وعملت لك الصينية. أتمنى إن انت تجربيها وتقولي رأيك فيها. تعالوا بقى بينا نشوف الشكل النهائي للأكل بتاعنا هيكون عامل ازاي. التقديم ده انت اللي بتبدعي فيه يا حبيبتي، بتعمليه على طريقتك وعلى ذوقك، يعني هو بيختلف من ذوق للتاني. ودي كانت طريقتي في التقديم. بصوا اللفت، مخلي اللفت كنت عملته معاكم قبل كده جميل وطعمه بجد خيال. برضه هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وادي كان الشكل النهائي يا حبايبي. ممكن تقدميه زي ما انا عاملاه في الطبق كده بالطريقه دي كده. تحط الرز كده في جنب، وتحط ايه نايبك، وتحط شويه كده من الخضار المشكل. بس كده عملت طبق سلطه خضراء، جوزي بيحب السلطه جنب الاكل بجد، يعني سفره في منتهى الجمال والشياكه والطعامه. وكده يا حبايبي انتهى فيديو النهارده. اتمنى ان انا اكون فدتكم، تكونوا استفدتوا من الفيديو. فيديو خفيف كده وسهل وبسيط. اتمنى بقى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وادي الخضار بصوا استوى وجميل وزي العسل. بصوا عامل ازاي، سيح ونيح كده بألف هنا وشفا يا حبايبي. كان نفسي تكونوا موجودين معايا وتدوقوا طعم الاكل بجد جميل جميل. والبسله كنت بدوقها لقيتها استوت. ده كان فيديو النهارده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.